بقالي اسبوع مش عارف انام خالص. حاولت بكل الطرق وبرضه مفيش فايدة، لدرجة اني خلاص حاسس اني قربت اتجنن. انا مش قادر انام رغم اني هموت وانام، ومش عارف ايه السبب في ده. مش بنام غير كام دقيقة بس والاقي نفسي صحيت تاني، وبسبب قلة النوم دي وانا في الشغل نمت على نفسي من غير ما احس. نمت لدقايق بس، ولما فقت ملقتش اي حد في المكان غيري. هي الناس دي راحت فين؟ هو ايه اللي حصل؟ هو انا نمت وقت طويل للدرجة دي؟ بصيت في الساعة عشان اشوف انا نمت قد ايه، فاكتشفت اني نمت 10 دقايق بس. ده غير ان ميعاد الانصراف لسه ما جاش اصلا. امال زمايلي فين؟ انا مش فاهم حاجة. طلعت من الأوضة اللي انا فيها وانا ببص يمين وشمال وبرضه مفيش بني ادم واحد حتى. اتحركت اكتر وقعدت ادور في المكان كله على اي حد، وبرضه نفس النتيجة. انا عايزة الاقي اي حد واحد بس اسأله. انا ما لقيتش حتى اي حد من العمال موجود في المكان. وفجأة لمحت قدامي واحد معدي، جريت عليه وسألته هي الناس راحت فين؟ بصلي باستغراب وسابني ومشي. جريت عليه تاني، وقفت قدامه، لقيت حاجة غريبة قوي. لقيت وشه مليان دم. اول لما شفت المنظر ده رجعت لورا وانا مفزوع، فلقيته بيبصلي وبيبتسم ابتسامة مرعبة قوي. وده خلاني اجري بسرعة من قدامه وارجع تاني لمكان شغلي. واول ما فتحت باب الأوضة اللي كنت قاعد فيها لقيت زمايلي كلهم موجودين. ايوه، كانوا كلهم قاعدين في مكانهم عادي. واول لما شافوني فضلوا يبصولي باستغراب. وبعد ثواني لقيت زميلي زياد بيقرب مني وبيقولي مالك يا ايمن، في ايه؟ انت فجأة صحيت من نومك وقعدت تعمل حركات غريبة وتبص يمين وشمال وفي كل حتة كأنك مش شايفنا. وبعد كده لقيناك رايح ناحية الباب وفضلت تبص برضه في كل حتة. قعدنا ننادي عليك بس انت ما ردتش على واحد فينا، وكأنك ما كنتش سامعنا اصلا. مالك؟ انت كويس؟ انا كنت بهلوس يا جماعة بسبب قلة النوم، وكل اللي كنت فاكره حصل ده طلع ما حصلش. حتى الراجل اللي شفته بره ده ملهوش وجود اصلا في المكان. دي دماغي هي اللي صورت لي ده بسبب اني مش بنام. انا لازم اشوف حل، لازم انام. انا مش عايزة اتجنن، مش عايز اللي حصل ده يحصل تاني، او تحصل حاجات اوحش منه.